السلام عليكم حبايبي. النهارده هعمل لكم البيتزا بالجمبري، وهعملها بالفراخ والبسطرمه وبالرومي المدخن. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقه. مكونات ايه؟ معانا 5 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم مع نص معلقه صغيره من الملح، معلقه بيكنج باودر، خميره، يعتبر معلقه كبيره خميره، نبتدي نقلب، معلقه سكر، نبتدي اقلب، وقلبنا المكونات الجافة كلها على بعض، وحطينا لها كوباية لبن خض. انا جيت عجنتها لقيتها احتاجت مية، حطيت لها كوباية. خلاص، وابتدي برضو اعجن تاني واشوفها محتاجة تاني ولا لا. بعد ما عجناها ما شاء الله العجينة حلوة، انا عايزاها عجينة لينة بتلزق شوية. خلاص، هحط لها معلقتين زيت، على الوش كده، واسيبها بقى تخمر. انا العجينه بتخمر، وهنا معايا ميكس جبن، ومعايا فراخ مشوحاها وحط عليها بسطرمه، وهنا فلفل الوان وفلفل حامي وفلفل رومي، وهنا جمبري متشوح، وهنا زيتون اخضر واسمر، ومعايا رومي مدخن. دي المكونات بتاعه البيتزا. يلا بقى نشوف العجينه، وهي ما شاء الله العجينة اختمرت وبقت حلوة قوي. يلا نشتغل فيها على طول. بصوا بصوا ما شاء الله، حطينا صاج وفيه شوية زيت وشوية رشة دقيق، وحطينا عليه جزء من العجين، وهنا كمان هنحط بقى عليه الصلصة. هنحط بقى الصلصة، الصلصة بيض، تمام. هخلص بقى كل العجين بتاعي وارجع لكم تاني. كده فرشنا الصلصة على البيتزا اهو، كده حطينا الفلفل اهو على كل الصواني، تمام، وحطينا الزيتون. يبقى كده حطينا صلصة وحطينا الفلفل وحطينا الزيتون، وهنحط بقى المكونات بتاعتنا. كل صينية هنشوف هنحط لها ايه. هنحط له جمبري، واللي هنحط له فراخ وبسطرمة، واللي هنحط له رومي مدخن. يلا بقى نعمل الصواني بتاعتنا. هنا حطينا البيتزا بتاعت الجمبري، وهنا الرومي المدخن، وهنا الفراخ بالبسطرمه. هنحط بقى الجبن، وبعدين ندخل على الفرن على طول. بعد ما حطينا الجبن ضربنا بيضتين ومعاهم شويه لبن، شويه خل وملح وفلفل. هنحط بقى على الوش على كل صينيه اهي، هنحط على الوش. كده بصوا يا بنات اهي العجينه اما خمرت فردت الصواني كلها. خلاص، تعالوا بقى نقول عملنا ايه. جبنا 5 كوبايات دقيق، حطينا عليهم نص معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه خميره كبيره، معلقه بيكنج باودر. خلاص، وحطينا عليها اللبن اللي هو راب، وبعدين رحنا حطينا ضفنا ميه، يعتبر كده حطينا كوبايتين ميه، وحطينا لها معلقتين زيت. الصلصه بقى بتاعه البيتزا، توم على بصل على طماطم على بابريكا.
وشوية ملح وشوية سكر، ضربناه في الخلاط وحطيناه على البوتاجاز لما اتسبكت. تمام. وبعدين جبنا الصواني دهناها زيت ورش دقيق، وحطينا اجزاء من العجينة على حسب الصواني. وبعدين رحنا حطينا الصلصة، وبعد ما حطينا الصلصة حطينا كل المكونات على بعضيها. في الاخر بقى ضربنا بيضتين، حطينا عليهم ملح وفلفل شوية خل، ضربناهم كويس وحطيناهم على وش البيتزا. يلا حبايبي ندخل على الفرن على طول. كده خلاص يا بنات، انا طلعت البيتزا كلها من الفرن، هقطعها بقى ونرجع نقدم طبقنا. كده حبايبي اهو رصيناها بعد ما بردت، وهي الصاج التانية قطعناها مربع. خلاص حبايبي هنشيله بقى للولاد، جت من المدرسة مش عايزين ياكلوا طبيخ، دي فيها كل المكونات والعناصر الغذائية. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهاردة. عملنا البيتزا بالجمبري، بالفراخ بالبسطرمة، بالرومي المدخن، ومعانا مخلل وكاتشب ومايونيز، وبألف هنا حبايبي. بصوا بصوا ما شاء الله، بصوا التسوية من ورا تحفة، والريحة فظيعة. عجبتكم الوصفة؟ عجبتكم الطريقة؟ يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. سلام عليكم.